اقول لكم فين تروحوا مكان حلو قوي تفصلوا فيه المود وتغيروا جو وتاكلوا كمان اكل حلو جدا وتقضوا سهره رمضانيه وما تدفعوش كتير. المكان ده ناس كتير بتعتبره مزار سياحي لانه بيفصلك عن المود خالص بتاع القاهره والدوشه وبيحسسك بالحياه البدويه بكل تفاصيلها. المكان توقعت اني هلاقي فيه مصريين بس، لكن لقيت كمان عرب واجانب، وينفع قوي في العزومات تجمع ولمه الشله والصحاب. ده غير انهم في رمضان الاكل بينزل سخن جدا، وبعدها كمان تقدر تحلي بالكنافه بتاعتهم وتشرب الشاي على الفحم. لازم تحجزوا بالتليفون لو انتوا عدد افراد كبير. عندهم اسعار متنوعه حسب عدد الافراد عشان تناسب احتياجاتكم. تعالوا بقى اوريكم احلى تجربه انا عشتها عندهم. كيس المندي الخطير ده بيكون مدفون تحت الارض حوالي 12 ساعه وبيطلع كده مستوي ودايب وجوسي جدا. جربت كمان من عندهم الفراخ المشويه كانت حلوه جدا، والكفته كانت خطيره. طعم التتبيله فيها مش طاغي على طعم اللحمه، فكانت حلوه قوي ومميزه. واكل بدوي لازم نجرب المبكبكه اللي كانت مليانه لحمه وطعمها دايب. جربت من عندهم في الخضار الملوخيه وكانت برده حلوه. عجبني ان كل حاجه نزلت سخنه وقت الفطار. خليني بقى اقول لكم ان انتوا لازم تحضروا الفقرات بتاعه بعد الفطار، لان القريه بيكون ليها مود مختلف خالص. او لو انتوا حابين ممكن تروحوا على السحور بس. قريه غزال الريم ليهم فرعين، فرع في الشيخ زايد وفرع تاني قصاد الجامعه الالمانيه في التجمع الثالث. وده كان جزء من الفقرات اللي موجوده وانا هناك. المكان عائلي جدا واكد لكم ان انتوا هتتبسطوا.